بعد العثور على جثة الكابتن هاني كابتن تطبيق اندرايفر المختفي من وقفة العيد لمدة 4 أو 5 أيام مختفي، أسرته ما تعرفش عنه حاجة، 4 أبناء وزوجته ما يعرفوش ولا قادرين يتوصلوا ليه بعد ما تليفونه اتقفل، بعد ما كان طالع مشوار برايفت لواحد هم كانوا من حلوان، قال له ان انا ركبت معاك قبل كده وانا ارتحت لك جدا، فانا عايزك توصل لي مشوار برايفت لاسكندريه، وقال ان هو ظابط، او بمعنى ادق ادعى ان هو ظابط. انا عايزه اوصل تحذير لكل الكباتن يا جماعه، علشان ما نشوفش مأساة زي اللي حصلت للكابتن هاني بعد ما لقوا جثته في المنطقة الصحراوية قريبة من اسكندرية، وطبعا كان ميتة بشعة جدا، وخصوصا ان هو كان من ذوي الهمم، وتم القبض طبعا على الجاني وجاري ترحيله لمحافظة الاسكندرية. انا عايزة اقول حاجة علشان ما تحصلش المأساة وتتكرر مرة تانية، يا ريت تأمنوا نفسكم طالعين اي مشوار مش تبع التطبيق، يعني مشوار برايفت كده، تدوا كل المعلومات للي طالعين معاه ده لاهاليكم، يعني رقم تليفونه، يا ريت لو قادرين تصوروا وشه وتبعتوه لاهلكم تبقى امان. يا ريت كمان اي معلومه اسم او اي حاجه، لان اكيد انت مش هتيجي تقول له هات بطاقتك، مش هيديك، لان خصوصا لو كان فيه نيه الغدر. فابسط حاجه رقم تليفونه، و يعني يا حبذا لو وشه قدرت تصوره، حتى اعمل نفسك بتتكلم في الموبايل وشغل الكاميرا وصوره كده اهوت، والصورة دي هتبقى يعني امان ليك جامد جدا، وتبعتها لاهلك وتبقى معاهم المعلومات دي قدر المستطاع، تديهم كل المعلومات على اللي انت ماشي. ويا ريت طول ما انت ماشي مثلا تديهم معلومات انت مثلا وصلت فين، انت رايح فين كده. ومش بس كده، في حاجات كمان بيبقى فيه جهاز الGPS كده، ده في محلات كتيرة جدا، ما بيبقاش غالي او هيبقى غالي على بعض الناس، بس هيبقى صدقني مقارنة بالحياة وبالامان، صدقوني هيبقى ولا يسوى اي حاجة. هيبقى انا سمعت ان هو هيبقى مثلا في رينج من 3000 ل 6000، لو هتقارنوه بامانكم اكيد هتجيبوا الجهاز ده هيوصل مثلا لو عربيتك اتسرقت حصل لها اي حاجه، هيقدر عن طريق التطبيق او اسفه الجهاز الGPS ده ان هم يعرفوا مكان العربيه فين ويوصلوا لها ويجيبوها. على الاقل لا قدر الله لو حصل لك حاجه زي كده، ان هم يعرفوا مكانك انت فين ويقدروا يوصلوا لك. انا عارفه ان ممكن حتى يوصل لك وانت غصه زي ما تم العثور على هاني الله يرحمه، بس قدر المستطاع يعني عشان ما يعني مش هقدر اقول ايه، عشان مثلا جسمانه ما يبقاش في وضع اصعب، لا قدر الله حاجه من الحيوانات المفترسه تهجم عليه فتبقى يعني المأساة اكتر واسود. فأمنوا نفسيكم يا جماعه، زي ما قلت في الاول هكررها تاني لان التكرار زي ما بيقولوا بيعلم الشطار، صدقوني ده امان ليكم. انتوا خلوا بالكم طالعين مع مين، لو هتطلعوا يعني يا ريت كل حاجه تبقى تبع التطبيق، عشان تبقى المعلومات اللي الجست اللي انت طالع معاه ده يبقى متسجله في التطبيق. عايز مشوار برايفت او حد هيوديك مشوار هيجيبك ان انت توصله مشوار برايفت، يبقى كل المعلومات تخليها مع اهلك، ويا ريت توصل له المعلومه دي، يعني مثلا تقول له او بصيغه هزار ده كانوا عايزين يطمنوا عليا فقلت لهم بقى ان انا طالع مع باشا وواحد محترم وكده، يعني تمجد فيه وبس تبين له ان انا كل المعلومات اللي ليك انا اعطيها لاهلي. هيخاف لو في نيته انه يأذيك، هيخاف ومش هيعملها والله. طب جربوها، خلوها في الامان يا جماعه، ما ممكن فعلا يبقى مشوار كويس ويبقى امان وفي غدر، وحصلت حالات كتيره جدا. لازم نبقى مأمنين نفسنا كويس جدا. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا، لان بيبقى اكتر الاسر اللي بيشتغلوا في مجال التطبيقات دي سواء اوبر او كريم او اندرايفر او اي حاجه، يعني بيبقوا عاملينها يا اما شغل اساسيه ليهم يا اما بيزودوا بيه دخل ليهم، يعني بعد الشغلانه بتاعتهم بيبقى محتاجين الفلوس دي حتى لو حاجات بسيطه. يا ريت
تاخدوا اللي انا قلته في الاعتبار علشان سلامتكم وامنكم. ربنا يسلمكم من كل شر ان شاء الله. ان شاء الله الجاني اللي انهى حياة كابتن هاني ان شاء الله قريب جدا نسمع خبر اعدامه، وان عشماوي كده في انتظاره على احر من الجمر بامر ربنا. هتقولوا لي ليه؟ لان كان مبيت النيه، لان هو استدرجه من الاول وعمل نفسه ظابط، وان هو ايه تعالى وصلني مشوار ايه وسحق وخصوصا ان هو كان عارف ان هو من ذوي الهمم، يعني مش هيقدر يقاومه، واكيد كان مخطط لكل من الاول، يعني سبق اصرار وترصد. انا مش قاضي، بس من اللي احنا بنشوفه بقى عندنا شويه خبره في المجال دوت، ان اي حد كان مخطط ليها من الاول ومحاسبها ومظبطها، يعني سبق اصرار وترصد، يعني ان شاء الله اعدام عن قريب بامر الله. الله يرحمه.